ميناء المخا من أقدم الموانئ ليس في اليمن فحسب، وإنما على مستوى شبه الجزيرة والخليج العربي. وكان الميناء القديم يقع على الساحل الغربي من مدينة المخا، ولم يتبقى من معالمه سوى بقايا أساسات من الحجارة مطمورة بالرمل. تبلغ المساحة الإجمالية للميناء الحالي ما يزيد على 466 ألف متر مربع، ويحتوي على رصيفين بطول 430 مترا وعرض 35 مترا. تأتي أهمية هذا الميناء نتيجة لقربه من الممر الدولي المؤدي إلى مضيق باب المندب بمسافة 6 كيلومتر، وقد تم الانتهاء من تشييد الميناء الجديد في عام 1978 بواسطة شركة هولندية. المخا مدينة وميناء تقع غرب مدينة تعز، وتبعد عن باب المندب بمسافة 75 كيلو مترا شمالا، وعن مدينة تعز بمسافة 100 كيلو مترا غربا على ساحل البحر الأحمر. تأتي أهمية هذا الميناء لكونه يربط بين أوروبا وشرق إفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى، وقربه من مضيق باب المندب ودول القرن الإفريقي. ولطالما استخدم ميناء المخا لتصدير بن المخا اليمني أو ما يعرف بموكا كافيه، والذي أخذت تسميته من مدينة المخا عندما كانت السفن الهولندية والبرتغالية وغيرها تنقله إلى أوروبا، حيث اشتهر إلى يومنا هذا.